اهلا ومرحبا بكم يا البنات، ومرحبا بكم من جديد في قناتي وصفات حديثة وتقليدية مع رينا. ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين يا رب. ما تنسوش كما عودتكم دائما يا البنات الصلاة والسلام على خير الانام. ما كاش اللي راح يكون شفيع لنا اليوم مثل القيامة من غير هو. اليوم اللي يكون كل واحد فيهم نفسي نفسي نفسي، عليه افضل الصلاة والسلام. جيتكم اليوم يا البنات في وصفة ديول بطريقة سهلة سريعة يا البنات، ما تاخذش منكم كامل الوقت، غير بسميد ويجي مقرمش يا البنات هايل. درتو هاد الحشوة نقدمها لكم في الوصفات القادمة بإذن الله. روحوا نشوفوا طريقة عمل تاع الديول. هنا يا البنات نخدموا بانسو عادي، يعني ماشي لازم تاع الكنكاري. هنايا في اشوار ولا اللي عندها برا ميكسور تستعملوا. حطيت 2 كيسان تاع سميك رطب مع رشه تاع ملح، حوالي ملعقه صغيره تاع ملح. ودرت 3 كيسان تاع الماء ما يكونوش معمرين. 2 كيسان تاع سميد رطب يكونوا معمرين مع 3 كيسان تاع الماء عاديه من الحنفيه، درتو نورمال ما يكونوش معمرين. ونضربها بالاشوار لمده 3 دقائق حتى 4 دقائق. هنا الاشوار ديال البنات باش ما تخسروش، باش ما يتحركش معكم، يعني ترحوا مده 20 ثانيه. ما تحبسوا تخلوه يريح 20 ثانيه وتزيدوا تضربوا 20 ثانيه، ما تزيدوا تحبسوا تخلوه يريح 20 ثانيه وتكملوا، باسكو هذو الاشوار يسخنوا ويقدروا يخسر معكم. واللي عندها برا ميكسور تستعملوا ماشي مشكل. درتو كما راكم تشوفوا هكذا في مول صغير، باسينه ولا اي عفسه، وغلقوا عليه وخلوه يرتاح 20 دقيقه. هنا ماشي تقولوا لا ما عادش نستعملوا ديريكت، لا يا البنات لازم تخلوه يريح هذيك 20 دقيقه. هنا مع الاول استعملت كريبيال تاعي، كانت رقيقه بزاف، يعني كريبيه ماشي ثقيله، ماشي مقله ثقيله. عذبني مع الاول، يعني 2 حبات الاولين ما خرجوليش. استعملت هذه طاجين نورمال، طاجين تاع حديد هذا ثقيل. نقصت للنار، خليته سخن مليح. كي سخن مليح نقصت كامل للنار على النار هاديه، ونخدم بالبانسو تاعي هكذا ونسيين فينيه هكا، ونفيني البلايص هكا اللي فارغين نورمال. مع الاول نشكل على اساس دائره، الحافه تاع الدائره ما نبدا نعمر فيها من الداخل. هنا البانسو مجرد انكم تدخلوه وتخرجوا، مش انكم ترفدوا الخليط بالبانسو. تدخلوه وتمسحوا، تدخلوه وتمسحوا في المقله هكذا، ماشي انكم زعما تعمروا البانسو تاعكم بالحشو وتحطوه، لا يا البنات. يعني كي تنقصوا النار يعني حتى تقدروا تخدموا. هنا كي نجي نرفدها نواسي غير الحواف، باقي نطلع الحواف باش نقدر نرفدها. وتجبدوها تطلع معكم بكل سهوله. المهم تكون المقله تاعكم ما تلصقش. انا هنا المقله تاعي الطاجين تاعي في بلاصه صغيره في الوسط، دائما كان يلصق لي شويه داك الديول. شوفوا قلت لكم مع الاول نرسم دائره، نشكل الدائره نتاعي تاع حبه تاع الديول نتاعي باش نعرف العبار نتاعها هكا عادي، وما نبدا نكمل نفيني فيه ونعمره من الداخل. انا بالبانسو طريقه سهله. قلت لكم انا هنا نقص للنار باش ما يتعبنيش، باش ماشي سمسم يطيب لي. والحاجه الثانيه يا البنات حبه تاع الديول كي تنحوها، يعني انا حاطه طرشونه مع الاول عادي، نحط الحبه تاع الديول ونغطيها بطرشونه تكون منديه يا البنات. هنا كيما على بالكم الديول تاع السميد يجي شويه شغل يجي يابس كي تنحوه من المقله تاعكم ومن القدره. ثم واش ديروا؟ تحطوا الحبه تاع الديول تاعكم فوق الطرشونه عادي فوق بعضها، يعني تحطوا حبه وما تزيدوا حبه، المهم وتغطوه طرشونه تكون منديه، تجمقوها بالماء تعصروها مليح. راح تخلي لكم هذا الديول تاعكم يطرى معكم ويجيكم طري عادي، ماشي كي تشوفوه يعني هكذا يابس ولا تقولوا لا ما نجحناش. حطوه وزيدوا حطوه غطوه بطرشونه تكون منديه، هذا مكان راح يطرى معكم 1 دقيقه 2 غير يفوت يتندى بهذاك الطرشونه المنديه، يعاود يطرى معكم بكل سهوله. شوفوا يا البنات يتنحى معكم بكل سهوله. قلت لكم باش ما يتعبكمش وباش ما يغبنكمش، نقصوا الطاجين تاعكم وبانسو بكل سهوله. انا هذه المره درت لكم الديول تاع قدمت لكم الديول تاع السميد، ومره اخرى باذن الله ندير لكم الديول تاع الفرينه. هما الديول تاع الفرينه هما يجوا سهلين بزاف بصح، لكن الحاجه الصحيه من الاحسن انه نستعملوا الديول تاع السميد ويجوا صحيين بزاف. كملتهم كامل يا البنات. 2 كيسان تاع سميد ارطب داروا لي حوالي 20 حبه تاع ديول. شوفوا يا البنات كيف جا معايا طري. شوفوا كي كنت نحي في المقله كان كي شغل شويه يابس وشد روحو، كي حطيته يعني غطيته بطرش ولا شويه من الديه، شوفوا كيفاش واش سالي نورمال.
ولا طرا معايا ولا عادي، راح يتلوى معكم بكل سهوله، يتغلق معكم بكل سهوله. خيمه تاع برا يا البنات. هنا الحشو تاعي درتو ما فيه بطاطا، ما فيه سلق، ما فيه دجاج، ما فيه اللحم، بصح جا بزاف بنين يا البنات. راح نحطو معكم في الوصفات القادمه باذن الله. هنا كما راكم تشوفوا عمرت كامل الحبات نتاوعي. هنا انا الزوج تاعي ما يحبش البوراك مقلي، يقول لي ياكل بزاف الزيت ويقهم، يعني حبات قليته في المقله، وحبات واحد اخرين حمرتهم في الكوشه، دهنتهم من تحت بالزيت ومن فوق بالزيت، وحمرتهم من فوق من تحت. هكذا ما يستهلك لا زيت لا والو، يجو خير افضل يعني احسن. واللي دابا تقولك تحبوا مقلي يعني دير مقلي ماشي مشكل، يعني كيما الديول اللي يتباع وكيما الخرج تجي روعه يا البنات. جربوه ساهل، ما يخرج منكم الوقت كامل. يعني ذاك سميت تضربوه في الاشوار ولا براميكس لمده 4 دقائق، تخلوه يريح لحد من بعدها تجيبوا مقله. لازم تكون مقله ما تلصقش. بانسو عادي، انا بانسو اللي استعملته هنايا اللي يتباع عند الحلواتي، يجي فيه 3 ينباع ب35,000. ايه يجي واحد عريض واحد شويه واحد شويه. ما استعملت لا بانسو تاع الصبغه، ما استعملت بانسو تاع عادي، ما استعملتش البانسو تاع الكنكاري. وهذا هو الشكل النهائي تاعو يا البنات. فيه ديك القرمشه بنين بنين يا البنات. نصحكم جا هايل، جربوه ان شاء الله ينجح معكم. واللي جربته ونجح معاها تخلي لي رايها في لي كومونتير، وما تنساوش متابعه اللي بيشترك في القناه وتضغط على الجرس باش يوصلها جميع الوصفات نتاعنا تاوعنا باذن الله. واللي عجبتها الوصفات خلينا جيم للفيديو، ونقول لكم تلاقاو في وصفات اخرى باذن الله. مع السلامه.